حافظة لعبد الحليم. بس هو فعلا وديع بيحبه. الصوفي كده. اللي بيقعد يسمعه. انا فوجئت من كام يوم بيقول لي انا عايزه احفظ اغنيه سواح. كنا سمعناها في تاكسي وقلت له انت عارف ده مين؟ فانا عرفته وقال لي عبد الحليم. الاغنيه اسمها ايه يا ماما؟ قلت له سواح. قال لي طب انا عايزه احفظها لوحده كده. فانا ساعتها اتاكدت ان هو بيحب عبد الحليم. لكن مش بيسمعك انت مثلا بتشغلي حاجه في البيت اغاني؟ بشغل. هو حافظ موعود والتوبه. فهو دول كان حافظهم، انما انا فوجئت ان هو بيقول لي عايزه احفظ سواح. فعشان هو يقول لوحده كده دي جميله. فعرفت ان هو فعلا بيحب الموسيقيه. ايه كمان؟ وديع الصوفي. معقوله؟ انت غنيت اغنيه بس انا بتكلم وغنى الوديع دار دار. اوكي. انت يعني مين من الشباب الفنانين الشباب اللي بتتفرج على الفيديو كليبس بتاعتهم مثلا وتقول انا بحب دي او بحب ده؟ عمرو دياب طبعا. مين كمان؟ هاني شاكر. انت بتختار نجوم جامده جدا. عشان انا بحب هاني شاكر ودايما بشغل. طب انت يا احمد بتفكر كده لما تكبر هتصور فيديو كليبس وتمثل فيها ويبقى معاك بنات في الفيديو كليبس وكده؟ نفسك؟ يعني ولا ما فكرتش في الموضوع ده؟ لا يعني لسه لما اكبر افكر. بس هو مش انت بتحضر الكليب مع تامر؟ ايه ولا انت بتحب الكليب بتاع تامر حسني؟ ايه انهي بحضر مع كليب. انت ومين؟ والفريق بتاعه 15. وانت البطل بقى ولا ايه؟ لا كلهم زي بعض. كلهم زي بعض. هو الفريق كله بيعمل لهم كليب وان شاء الله هيصوروه يعني قريب. وداخل معاه كمان فيلم ان شاء الله، ربنا يسعد باذن الله ان شاء الله. يعني لسه ولا اكيد؟ هو اكد لنا. بس لسه ما قريتيش ورق ولا؟ لا لسه لا. طيب يعني كمان هتمثل، يعني اشوفك فنان شامل. الحمد لله. طيب انا عايز اسالك، هو انت بتقولي بيلعب كاراتيه في البيت ليه ما يشتركش في نادي ويتمرن؟ هو مشترك في نادي بقى كرة قدم. يعني هو في فريق كرة قدم؟ ده فراغ. انا بقول الكاراتيه ده فراغ، طاقة بيطلعها في البيت. انما هو عشان يروح النادي بيلعب كورة، بحب الكورة. طب كويس. وفي البيت ما تغني في البيت، بلاش موضوع الضرب ده. يا ماما انا تعبان بقى، يا ماما زوري انا تعبان. لو اقول له طب سمعني، طب نجرب، ماما بقى تعبان، ابتدى بقى يتعب بقى. ابتدى يتعب؟ لا يعني هو بيتمرن ولا لا؟ مع مين؟ والله هو لحد قريب كانت المدرسه بتاعته ودلوقتي لسه عمه بقى بيبتدي معاه. لان هو وراثه، هو اللي هو الموهبه عمه اللي بيدربه دلوقتي. انما المدرسه كانت الفتره اللي فاتت كلها. طيب يعني انت بتقولي وراثه، مين تاني صوته حلو في العيله؟ جده الله يرحمه. الله يرحمه. بابا. وعمه. بس ما حدش دخل في الوسط الفني او اشتغل مغني او كده؟ عمه اساسا مدرس انجليش في مدرسه، وبرده زي الميس بتاعته برده مدرس موسيقى برده، يعني برده ماسك الموسيقى في المدرسه برده. لكن انا قصدي مش فنان، يعني مش معروف. لا مش معروف. بيمرنك بقى، بيقول لك ايه؟ بيمرنك ازاي؟ يعني بيمرني على الأورج بموسيقى. الأغنية اللي بحفظها لازم أعيد عليها كتير قوي عقبال بقى. يعني مثلا وانت بتغني كده يقول لك لا الكوبليه ده لازم تغنيه بطريقه شكلها كذا وتعيد لازم تمسكه شويه، ما تقربش كتير، تمشي على التون صح كده. يعني ايه ما تقربش كتير؟ ما تعربش كتير. انت في اوكي ما تعربش اقرب يعني. ايوه. وايه كمان؟ قولي، انا عايزه اعرف. وحضورك اهم حاجه على المسرح. ويعني تبقى مركز مع اغنيتك مش مع الجمهور، يعني ده زي ما تامر حسني قال. اي حاجه زي بالظبط. طيب انت بتقف قدام المرايه وتقعد تغني؟ لا. ليه؟ دي حاجه مهمه جدا عشان تشوف انت بتتحرك ازاي وبتحرك ايدك ازاي. يعني ساعات بعمل كده بس تكون لوحدك يعني. ما ساعات بعمل كده. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. هي الحمد لله رب العالمين دي طبعا موهبه في الاول وفي الاخر، هي موهبه من عند ربنا يعني. طبعا. فهي جت معانا كده، بس لازم ننميها. ايوه دلوقتي احنا هننميها. بس هي بدايه كده هي جت صدفه. بالظبط كده. هو بيغني في المدرسه، مدرسه طبيعي بتدي حصه الميوزك، عجبها بيغني في حفلات. جت معانا كده في الاخر هي بقى اللي قدمته في برنامج ذا فويس. قالت لي في برنامج مسابقات اغاني وهقدم له. طب انت كنتي مصدقه انه ممكن يقبلوه في البرنامج، ولا زي ما كلنا بنسمع في ناس تقول لا كلام فارغ واسطه مش عارفه ايه؟
لا انا رحت ومعايا ربنا بقى، يعني ما قلت ان شاء الله خير يعني. لا والحمد لله سمعوه وعجبهم اصلا من هنا، من اول ما سمعوه في مصر يعني، فانا كنت بسمع من بره هما بيقولوا فلقيت ضحك وهزار وكده يعني. فالحمد لله اتقبل يعني وسافرنا وكده، والحمد لله كان محبوب جدا هناك. طب انت كأم يعني وانت هناك وبتتفرج عليك، احكي لي كنت عامله ازاي؟ اول مره زي ما قلت لك كده كنت متوتره قوي. تاني مره كنت اللي هي المواجهه بقى، اللي المفروض 3 هيختاروا منهم واحد. ال3 اصواتهم ما شاء الله عليهم، والاثنين اللي معايا يعني اكبر منه، واحد 11 او 12 سنه. واحمد هتنام يا احمد؟ هتنام؟ مدرسه بقى. والتاني 14 سنه، فما شاء الله اصواتهم برضو قويه يعني. فبالليل كنت تعبانه يعني، احنا يعني هننام وهنصحى نروح بقى، فبالليل كنت تعبانه وقلقانه ان هم يعني هو صغير وهم صوتهم اقوى فهياخدوا واحد منهم. كنت متاكده خلاص من كده؟ كنت خايفه عشان صوتهم اقوى فعلا. اقوى منه. بس لما شفتهم ال3 على المسرح وشفته كنت مبسوطه بيه حتى جدا، لو شفتيني يعني في الكليب ده، فكنت فرحانه بقى بيه قوي. فاز بقى، ما فاز يختاروا ما اختاروش، انا كنت مبسوطه بيه وهو واقف على المسرح. فبس ما كنتش بفكر لحظه المسرح، ما كنتش بفكر هو هيختاروا ولا لا. وطبعا لما اختاروا طرت من الفرحه طبعا. طب احمد انت كنت يعني طبعا المسرح فيه ابهار، يعني فيه ابهار ايه، اضواء وفنانين قدامك وانت يعني في اختبار خلاص. انت كنت شايف نفسك عامل ازاي وانت واقف على المسرح؟ لا كنت شايف نفسي عملت كل حاجه. كل حاجه اتدربت عليها زي ما تامر قال لي عملتها. تمام. وانا كنت واثق من نفسي ان انا بغني حلو. يعني وكنت واثق جدا جدا. جالك منين الثقه الجامده دي؟ لا انا يعني اي حاجه عادي، خسرت او ما خسرتش عادي، انا كسبان طالما جيت للمرحله دي يبقى كسبان. وبعدين يعني ولما برضو رجعت كنت فرحان. كانت يعني ما زعلتش لما خرجت؟ لا كانت بالنسبه لي رحله او مسابقه عاديه، بس قدام فنانين كبار زي دول بالنسبه لي انا اكبر حاجه ان انا اقف قدامهم. يا نهار ابيض على الكلام الكبير اللي بتقوله. طبعا. كمل. كان حاجه كبيره ان انا اقف قدام كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، كانت حاجه كبيره بالنسبه لي. انت ان شاء الله كمان هتبقى نجم كبير وهيجولك ان شاء الله اطفال كده صغيرين وهتقف كمان معاهم، عارف كده؟ احكي لي. طبعا كل واحد بيقول، نانسي عجرم، كاظم الساهر وتامر حسني، كانوا كل واحد مثلا بيقول لك ايه لوحده، يعني كل شخصيه لوحدها او كل فنان لوحده؟ يعني كاظم طول ما انا بغني كان بيبدأ يعبر معايا كأنه هو اللي انا وهو اللي بنغني، كان هو اللي بنغني، بيساعدك كده من بعيد، فرحان بيك. فرحان بيا، كان عمال يعبرني وكده. نانسي كانت فخورة بيا اوي ان انا بعبر وكنت بعبر ليها. وتامر حسني اول ما شافني وكنت بغني الاغنية كنت بغنيها طبعا بنفس عالي جدا جدا. طولت فيها عشان يصدق. وفعلا لما طولت فيها نهيت الأغنية، الناس سقفولي جدا وهو بسط مني. الحمد لله. كوزن الناس سعود. الحمد لله. مشاهدينا فاصل ونرجع تاني، ابقوا معانا. الحبايب مالوا معاد والتاني راحوا الحبايب مالوا معاد والتاني ربطنا على الماضي ولا راجعين تاني. راحوا الحبايب. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب اوي ويانا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا.
امبارح كنت معانا سكر في حلاوة حنية، حصل ايه مننا فينا توعدنا ولا بتجينا، حصل ايه مننا فينا توعدنا ولا بتجينا، وتعدي ولا بتسلم بكرة اللي عطاك يعطينا، وتعدي ولا بتسلم بكرة اللي عطاك يعطينا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوادك، ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. برافو. احنا اتفقنا على ايه بعد كل اغنيه، وخصوصا اللي غنيتها دلوقتي دي؟ مين علمك الاغنيه دي؟ عمك؟ ايه؟ مين خلاك تغني الاغنيه دي او علمها لك؟ تامر حسني هو اللي اختارهولي. تامر حسني اللي اختارها لك؟ انت بتحب تغني شعبي؟ ايه؟ لا. انا قريت لا ما بتحبش الشعبي، ولا ما بتحبش اللي هي المهرجانات اللي طالعه الحاجات دي؟ لا، ما كلنا بنحبها. لا الشعبي ده عدويه. ايه؟ قديم عدوية. بتحب الاغاني بتاعته؟ اه. تسمعها ولا هي الاغنيه دي بس؟ لا، هي الاغنية دي بس اللي مركز معايا. صوتك حلو فيها قوي. شكرا. انت بتفهم كلمات الاغاني ولا لا بتحفظها بس؟ ايه؟ لا، بفهمها. بتبقى فاهم الاغنيه بتتكلم عن ايه ولا لسه؟ ايه؟ لا، ببقى فاهم. طب الاغنيه دي بتتكلم عن ايه؟ كان مثلا ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي. تفهمها ازاي دي؟ ما تفهمش لما تكبر شويه تفهم. مين اللي قول لي بقى ازاي اتمرنت على الاغنيه دي وقلت هتغنيها؟ كانت صعبه عليك ولا كانت سهله؟ ايه؟ لا، كانت سهلة عشان مامتي كتبتها في ورقة. انا شايفه ان مامي بتعمل حاجات كتير قوي على فكره. ايه؟ هي المدرسه اللي مدرباها عليها بصراحه. وانا بقى هي يعني بتدربه وانا برضو بكمل بقى. ابتديت افهم وابتديت اتعلم ممكن تغني؟ امال ايه؟ ممكن اغني فعلا. بس تامر حسني قال لك تغنيها؟ ايه؟ اختارها له. تمام. كانت ماما بتكتبها لي، كنت بقعد اقراها مع الموسيقى بتاعتها. ولما كنا رايحين كان عمو مدربني عليها في اليوم ده، كان مدربني عليها جامد قوي وقال لي اعمل كده وكده. مين اللي بص خلينا نتكلم الاول على موضوع الصوره ده. ايه الصوره دي؟ لا، الصوره كلمني دي ايه؟ مين اللي معاك في الصوره وحاضنها قوي كده؟ اختي. مين؟ اختك. امال ايه موضوع الجيرل فريند اللي احنا عمالين نقرا عليه؟ احمد عنده جيرل فريند، انا قلت هي دي. لا. مش هي؟ عندك جيرل فريند؟ عندك زي اخواتي. حلو، راجل مؤدب بيطلع عليه اشاعات. ايوه اشاعات فعلا. لا انت حب اخواتك وحب اهلك وبس على كده. طيب في المدرسه ليك معجبات بنات؟ ايه؟ كتير. ايه؟ علي صوتك مش سامعاك. كتير. كتير؟ بنات كتير؟ بيقولوا لك ايه بقى؟ لا، هما كلهم موضوع ان هما يتصوروا معايا وخلاص. يعني مين اكتر حد بيحب يتصور معاك؟ بس بعد ما تقولي مين اللي معاك برضو في الصوره. اختي. برضو اختك. انا بحاول اشوف اي صوره ما فيهاش اختك. كبار اكتر البنات اللي بتصوروا معاك كبار. اكتر البنات اللي بتصور معاك كبار. بص، اللي كانت بتضحك قوي كده ولفت بالكرسي كانت اختك برضو ولا ناسي عارفه؟ مين اللي في الصوره دي؟ دي اختي. طب انت بتتصور مع مين تاني؟ بتتصور مع مين تاني؟ كل الصور اختك بس؟ لا، عشان يعني مفيش حد بيخرج معايا كده، بس اصحابي بس ما بنتصورش. لا مامي بتقول ان في المدرسه كتير قوي بنات كبار بيتصوروا معاك. بيتصوروا معايا بس على تليفونهم مش على تليفوني. دي صورتك فين؟ دي في مع السيده ام كلثوم؟ او التمثال بتاعها؟ ايه؟ بتحبها؟ بتسمع اغانيها؟ ايه؟ يعني بس يعني مش مركز معاها اوي. تمام. حاولت انك تحفظ حاجه لام كلثوم ولا لا؟
ايه يعني لسه ان شاء الله. لسه ما حفظتش حاجه؟ لا لسه. بس لازم تسمعها ايه كتير وتتمرن كتير لان صوتك هيستفيد جدا من اغانيها، وهتستفيد طبعا منها لان الوطن العربي كله والعالم تقريبا يعني هو عارف، انا بقول له طبعا هو عارف، بس لسه ما حفظلهاش حاجه. صعب عليه. بس انا دايما بكلمه. لا دايما بكلمه وبفهمه دول ايه يعني. بس انا متهيألي لازم يكون في مدرب متخصص في الاصوات، لان هو صوته بيكبر كل ما هيكبر. ما انا بقول لحضرتك بقى، ما انا بقول لك يعني في المدرسه الاول كان يعني ما انا قلت لك جت حد كده متخصص. ما هو دلوقتي بقى احنا هنبتدي نعمل كده. انما يعني كان الاول مدرسه بيغني في حفله حصص كده يعني، حصه الموسيقى بيغني فيها، بيغني في حفله. جه موضوع ذا فويس اتدرب على اغاني معينه اللي هو اللي هيغنيها. دلوقتي بقى احنا ان شاء الله هنبتدي المشوار وان شاء الله ربنا معاه. طب يعني ممكن تدخليه مثلا كونسرفاتوار يدرس موسيقى كمان لما يكبر هو كمان يدرس؟ ان شاء الله باذن الله، انا ناويه باذن الله. انت حابب كده يا احمد؟ حابب تدرس مزيكا؟ ان شاء الله عشان لما تكبر هو تدرس كمان ولا يعني إيه؟ لما فكرت في كده قالوا لي المفروض من سنه ثالثه، فكنا خلاص يعني من سنه الدراسه كانت هتبدا يعني كنا خلاص بقى ممكن بعد كده لما يخلص قالوا سنه سته، يعني ممكن تنقليه من سنه سته. او حتى لو كمل في مدرسته مش مشكله، ممكن من في المعهد بقى يدخل. لا قالوا يا اما يعني بعد كده بقى، بس انا يعني حابه ان انا اوديه وهو صغير برضه. طبعا هيبقى يعني افضل خبره اكتر او التمرينات بقى والتدريبات بتبقى كلها هناك. انت حابب المجال ده؟ ايه انا حابه. بالنسبه لي الغنى هوايتي. بالنسبه لك الغنى هوايتي. الغنى هوايتك. ماشي اهو قعد لك اهو. بصي قعد ازاي. وامتى بقى هتحترف الغناء؟ تبقى مش هوايه، احتراف يعني شغله، دي شغلانتك الاساسيه. ان شاء الله لا انت خلاص انت معروف، المفروض بقى تبتدي دلوقتي تشوف هتعمل ايه بعد كده، يعني سنه 2 ونشوفك مكسر الدنيا في حفلات. انت بتحب يعني بتفكر في كده ولا لا؟ ايه لا كل حاجه لما اكبر يعني. لا بفكر يعني، بس لسه ما فكرتش قوي. في حد من صحابك صوته حلو زيك او بتغنوا مع بعض مثلا في المدرسه؟ لا. يعني انت الوحيده اللي في المدرسه صوتك حلو؟ ايه مفيش حد معاك؟ لا. معقوله؟ ولا بنات؟ انا ليه بقول لك؟ بسألك في احمد ابن مس اسماء، بس دول كبار، هو بيتكلم على سنه. اكبر منه كلهم، لكن اعدادي سنه هو الاعدادي المفروض بيغنوا معاه الاعدادي. لا اكبر كتير. كنت هقول لك لو في حد بيغني معاك مثلا في المدرسه او في العيله صوته حلو، ممكن انتوا الاثنين تعملوا دويتو. عارف الدويتو؟ ايه يعني اثنين بيغنوا اغنيه. ايوه. طب الصوره دي بقى ايه؟ قولي. هنتكلم على كل صوره شويه. صوره دي صورتك مع عبد الوهاب، الفنان محمد عبد الوهاب الله يرحمه. ودي كنت فين؟ لا دي انا كنت في فين؟ هنا كنت في حديقه. حديقه حديقه. هنا بقى بتعمل ايه؟ ودي فين؟ ده حاجات قديمه كانت في الأوبرا. كلمني كان فين هنا؟ في الاوبرا مهرجان السينما. ده راديو قديم وتلفزيون قديم. ايوه فهمتهم برضو، قلت لهم دول كانوا في الافلام القديمه. هنا بقى انت لابس جاكيت خلاص ولد كبير بقى. كنت فين هنا؟ لا هنا كنت في حفله مسابقه، كنت في مسابقه. وده فين؟ لا دي كنت بتصور صوره. دي كنت بتصور صوره. فين يعني؟ في البيت؟ ايه في البيت ولا فين؟ لا مش في البيت. مبروك. انت كمان يعني تحب تتصور؟ انت بتحب كانت في الاوتيل صح؟ كانت في الاوتيل. بتعمل بوزات انت في الصور؟ ايه تمام. بتحب تتصور سيلفي كده مع البنات والولاد؟ ايه طلع موضه السيلفي، كلنا شغالين. ده هو بيصور نفسه دلوقتي، متعلم كام صوره دول؟ حوالي 20 صوره. 20 صوره هو بيصور نفسه؟ كده كده كده، عامل كده عامل كده عامل كده، حركات مختلفه وكتير. وبيعملها خلفيه بقى. يعني امبارح اتبسطت بيها قوي، قلت له انت عاملها ازاي دي؟ بس انت بتتمرن عشان نشوف البوسترز في الشوارع بالظبط. انت نفسك تبقى زي مين؟ زي مين من المطربين؟ تامر حسني. انت خلاص حبيت تامر حسني. ونفسي اطلع. هو بيحبه، هو اساسا بيحبه. بتتكلموا؟ ايه
طب المفروض هيرد عليكم امتى بقى في الفيلم؟ موضوع الفيلم ده هيبقى ما اعرفش حاجه عن الفيلم ده. ما سالتوش ليه؟ ايه لا انا سالته قال لي لما ارجع من لبنان هقول لك كل حاجه. بالظبط كده، عشان هو دلوقتي مشغول في الحلقه الاخيره. طب انت ممكن تدخل تاني او تشترك تاني في موسم جديد للبرنامج ذا فويس؟ ممكن ولا خلاص بقى انت كده كده عرفت الناس عرفتك وبتحبك؟ يعني ما اعرفش يعني دي لسه حاجه بفكر فيها. انت ممكن تقدمي له تاني او في اي برنامج تاني، هما برامج كتيره دلوقتي. مش عارف. لا بس هو ده مش عارفه، تقريبا انا تعبت خوف يعني هناك. فخايفه بصراحه. لا هو ده البرنامج الوحيد للاطفال. لو في برنامج جديد اتعمل، لو هو عايز انا مش هقول لا. انت ايه عايز ولا لا عادي يعني ممكن تاني تدخل من اول وجديد برنامج جديد واختبارات وكذا؟ هو الحمد لله يعني مش عنده حته اللي هو يخاف او حد هيفوز عليه او كده. يعني الحمد لله، اتمنى ان هو يفضل كده. مين علمك كده يا احمد؟ يعني انت داخل عارف ان في حد هيفوز وحد هيخسر ومحدش هيزعل المفروض. مين علمك كده؟ لا ده انا يعني شخصيتي كده. انت شخصيتك كده؟ ازاي؟ يعني ما خافش من حاجه، هو عادي. انا خسرت او ما خسرتش، احنا كلنا حلوين. خسرت او ما خسرتش او وصلت. يعني انت بتبقى داخل وعارف ان في حد هيكسب، عارف والله في حد هيخسر بس عادي. بس عادي. انت اتكلمتي على الكلام ده الموضوع ده ولا لا؟ واحنا هناك في لبنان كنت بقول له كده، كنت اهم حاجه تغني كويس، اهم حاجه تبقى يعني تعجبهم. لا بتفهميني مش هتزعل لو حصل حاجه او ايوه اكيد كنت بقول له اكيد كنت بقول له كده. بس لما خرج اخر مره هو زعل عيط. ايه لا زعل بس. لا هو مش زعل. انا شفت نظرته وهو على الستيج، يعني حسيت ان هو اتصدم. انا عايزه اقول لك البرنامج ده بيتعب قلبي. تلاقي في كتير ما بيعيطوش وتقريبا موجوعين اكتر من اللي بيعيط. هو اتصدم وبص لي، بتعب والله. يعني انا كنت قدامه على طول، هو اتصدم فانا حسيت نظرته صدمه. فهو بيقول هو كان حاسس ان انا مستني يقول اسمي. زعلت منه؟ ايه لا ما زعلتش منه؟ لا ده بيكلموا على طول طب وانت بقى اول ما ما هو طلع عملتي ايه؟ بكيتي؟ لا 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 لا. حتى لو انا كنت عايزه كده اكيد من جوه، بس لازم كنت امسك نفسي عشانه. قلت له عادي، وكلهم خرجوا وناس كتير خرجت اصواتها حلوه، بقى يسالني بقى على اصحابه كتير. طب يعني في فرح الموجي بقى يقول لي طب فرح، اقول له خرجت سهيله، خرجت عبد الرحيم خرج. ففضل يسالني على اسماء كتير صحابه وبيحبهم، فهدي بقى. طب الحمد لله. بس انا مبسوطه بيك جدا ان انت بتفكر بالطريقه دي، وما شاء الله عليك، يعني مخك سابق سنك. وانا بتمنى لك كل خير، وان شاء الله يا رب اشوفك نجم كبير قوي 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 في الوطن العربي كله. وعايزاك تسمعنا بقى حاجه نختم بيها الحلقه. سمعنا ايه؟ ايه ممكن موعود. طيب انت بتحبها غني؟ موعود. هو بيحبها. هنختم بموعود. هو بيحبها. مشاهدينا هنختم حلقتنا النهارده بموعود من النجم احمد السيسي، واستنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من انا مصر. تصبحوا على خير. موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي، موعود دايما بالجراح، موعود يا قلبي. ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي. وعمرك ما شفت معايا فرح
ترجع المشوار بجرح، والنهاردة جاي تقول انسلات، جاي تقولي يلا بينا يلا بينا، حبي فات وباين وحدف منديله، كاتب على طرف وجيله وميل وحدف منديله، كاتب على طرف وجيله. وأمانة أمانة يا دنيا أمانة، تجديدة للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة، تجديدة للفرحة أمانة، وتخلي الحزن بعيد عنك، وتقولي للحب استنى، وتخلي الحزن بعيد عنك، وتقولي للحب استنى استنى.